يعني هو احنا مكتوب علينا حرقة الدم دي؟ يعني فريق بحجم بنين فنيا يجبرنا على اكسترا تايم عشان نكسب؟ وبعدين ايه الخطة دي يا حسام يا حسن؟ يعني ايه الناس كلها محتارة، هيلاعب زيزو ولا امام، هيلاعب امام ولا زيزو، مين اللي هيبدأ فيهم؟ فلازم انت بقى تبقى ابن الجنية اللي ملوش حل وتبدأ بإبراهيم عادل. يا راجل ده لو ابراهيم عادل اللي بيحط التشكيل بنفسه مش هيحط نفسه اساسي على امام وزيزو ومرموش وصلاح، يعني بصرف النظر ان صلاح جاب الجون في الاخر، بس دول اللعيبه الجامده اللي في الفرقه اللي المفروض احنا معتمدين عليهم. واحد بيضيع انفراد من نص الملعب مرموش في الشوط الاول، وصلاح انفراد على رجله الشمال كمان، وزيزو اساسا فاتح له الناحيه التانية فاضي خالص والجون قدامه فاضي وبيضيعها. دي فرص تضيع يا جدعان من لعيبه محترفه وفي الدوري الانجليزي. المفروض ان كل الامل على اللعيبه دي، يعني صلاح ومرموش هما اللي حيلتنا. وبعدين ليه كل ما بنجيب جون ضد اي فرقه لازم نتضغط؟ دي بنين، معلش يعني مع احترامي يعني لبنين، بس المفروض ان احنا اعلى واقوى في كل الجوانب الفنيه والفرديه وفي كل حاجه. بمجرد ما سجل مروان عطيه الهدف الاسطوري بتاعه في الدقيقه 63، بنين حطيتنا في نص ملعبنا واحنا جبنا ورا، وقاعدين بقى مستنيين الحكم يصفر عشان نكسب. مفيش روح ولا حيل ولا خطه حتى اننا نروح نجيب التاني. فطبيعي يعني نتعادل يعني، ونبقى مجبرين نلعب نص ساعة زيادة علشان نكسب. الكلام ده مش هينفع في الأدوار القادمة ولا في كأس العالم طبعا. حتى لما جبنا الجون التاني قبل ما صلاح يجيب الجون التالت برضه حصل نفس الكلام وبرضه اتضغطنا، والاكسترا تايم الشوط التاني كله في الاكسترا تايم. احنا مضغوطين في نص ملعبنا وبنين عماله تهاجم، ودول ستر ربنا، ودول ان هم فرقه على قدهم اصلا. كان زماننا هم كمان اتعادلوا تاني، وكان زماننا دلوقتي بنلعب ضربات جزاء، وفي ضربات الجزاء ممكن اي حاجه تحصل. فبالحال ده يا كابتن حسام مفيش امل. لو عايزين نتكلم بقى على شويه اخطاء فنيه كده، فيعني هو الجون ده دخل فينا ازاي يعني لاعب بحجم زيزو واقف في نص الملعب مش عارف يتصرف في الكوره، فبيضغط الشناوي بيها بالشكل دوت؟ وازاي الشناوي بالخبره اللي معاه دي كلها مش عارف يخلص من كوره في منطقه جزائه لوحده؟ حطها في اي حته، حطها رمي التماس، شلطها لقدام، اعمل اي حاجه، لكن ما تديهاش للاعب في الوضع دوت ويعمل علينا هجمه خطيره زي ديت. وطبعا مش عايزين نشيل الكرة للفتوح ولا للشناوي ولا لزيزو، هو خطأ منظومة أصلا، خطأ انعدام ثقة، خطأ جاي من ان الفريق اول ما بيخش في جون زي ما قلنا بتلاقي الفريق كله واقف خايف ورا لا يجيبوا فينا هدف التعادل، ونفضل عايزين ندافع طول الوقت اللي فاضل. مفيش الفكر ان احنا لا احنا هنروح نجيب التاني والتالت، على الاقل لو ما جبناش التاني والتالت نفضل احنا اللي ماسكين الكوره واحنا اللي ماشيين الماتش ونموت الريتم بتاع الماتش. الحقيقه حسام حسن مش عارف يوصل اي حاجه من دي للعيبه، لان هو اصلا ما عندوش الفكر دوت. وحسام حسن هوبا يلا بينا نهجم يلا نجري يلا نضرب بس كده، لكن تكتيك في الملعب ان انا اقدر امسك الكوره، اقدر اموت الكوره، اقدر اطلع بالكوره من نص ملعبي بهدوء، اقدر اخد فاول اموت بيه الكوره، لا الحقيقه حسام حسن ناقصه حاجات كتير قبل كاس العالم. نتمنى ان يكون اللي هو فيه ده مجرد ضغط وقبل كاس العالم يلملم اوراقه، وان شاء الله مصر ربنا يكرمها في الادوار اللي قادمه في البطوله، لان احنا محتاجين نفرح ومحتاجين نكسب البطوله دي.